اخطر 5 عادات بتخليك تخزن دهون في الكرش من غير ما تحس. من الاخر، سؤال سريع: انت بتعمل كل حاجة دايما صح؟ بتاكل كويس، بتحاول تتحرك، بس لسه الكرش مش راضي يروح. النهاردة اقولك على 5 عادات خطيرة جدا بتخليك تخزن دهون في الكرش من غير ما تحس، ومعاهم كمان الحلول العملية. دكتور، هي القعدة الطويلة فعلا بتربي كرش حتى لو انا باكل كويس؟ بص بقى يا سيدي، الجسم لما يقعد فترة طويلة معدل الحرق ينزل بطريقة رهيبة، ممكن يوصل لحد 90%. وده ايه؟ بعد ساعتين بس من القعدة الانسولين يبدأ يزيد والدهون تبدأ تتخزن بالذات حوالين البطن. يعني كده الكرش مش بس من الاكل، كرش من الكرسي كمان. الحل هنا انك كل 30 دقيقة قوم اتحرك دقيقتين، ولو شغلك مكتبي اصلا حاول تعمل حاجه اسمها ستاندنج ديسك، تشتغل فترات وانت واقف. الحركه البسيطه دي ممكن تفرق جدا في شكل جسمك في خلال شهرين بس. طب ليه الاكل بسرعه بيخزن دهون؟ اللي بيحصل لما تاكل بسرعه، الجسم ما بيلحقش يبعت اشاره الشبع للمخ، فبتلاقي نفسك بتاكل اكتر من احتياجك، ممكن اكتر ب 20-30%، وكمان يزود الانسولين فجاه، وده معناته تاني زيادة تخزين دهون حوالين البطن. الحل بقى انك تجرب حاجة اسمها قعدة ال20 دقيقة. تاكل اكلك في مدة ما تقلش عن 20 دقيقة، وكل بمعلقة صغيرة، واندغ الاكل كويس جدا. ده مش بس هيساعد على الهضم، هتلاقي نفسك كمان شبعت بسرعة. طب يا دكتور، هل فعلا قلة شرب المية ممكن تخليك تخزن دهون؟ ايوه طبعا، لما جسمك يكون عطشان يحاول يحتفظ بالمية، وده يخلي شكل جسمك منتفخ، وكمان يقلل الحرق، لان الكبد محتاج ميه عشان يحرق دهون بكفاءه. ده في دراسات بتقول ان شرب نص لتر ميه ممكن يزود نسبة الحرق 30%. الحل الامثل: اشرب كوباية ميه نص ساعة قبل كل اكل، وخلي هدفك اليومي على الاقل 2.5 لتر ميه. طب السهر يا دكتور ليه بيزود الكرش رغم اني مش باكل؟ السهر بيعلي هرمون الكورتيزول، وده هرمون مسؤول عن تخزين الدهون حوالين البطن. غير كده السهر بيقلل هرمون الليبتين، هرمون المسؤول عن احساس الشبع، ويزود هرمون الجريلين اللي هو عكسه، هرمون مسؤول عن احساس الجوع. يعني ببساطة السهر بيحط جسمك في وضع تخزين دهون. الحل: نظم نومك، حاول تنام ما بين الساعة 10 و11 بالليل على الاقل 5 ايام في الاسبوع، وابعد عن الموبايل والايباد والشاشات ساعة او ساعة ونص قبل النوم. ولو عندك اضطرابات في النوم جرب حاجة زي المغنيسيوم قبل النوم. طب يا دوك، هل فعلا التوتر يخلي الكرش يزيد؟ جدا، التوتر بيزود افراز هرمون الكورتيزول بشكل مزمن، وده بيخزن دهون تحديدا بقى حوالين البطن، كأن الجسم كده بيحاول يحمي الاعضاء الداخلية بس على حساب شكلك. الحل انك تمارس اي نشاط يهدي اعصابك، رياضة خفيفة، تأمل، صلاة، تنفس عميق، او حتى المشي. في دراسات كتير اتعملت على المشي واكدت ان مشي بسيط 10-20 دقيقة بيقلل نسبة الكورتيزول جدا. الخلاصة يا جماعة، افتكر ان الكرش مش دايما بيجي بس من الاكل، بيجي كمان من العادات اللي بنكررها يوميا من غير ما ناخد بالنا. وخليك فاكر، اتحرك كل شوية، كل بالراحة، اشرب مية كفاية، نام بدري، واهدى شوية. لو ركزت في ال5 حاجات دول جسمك هيتغير بطريقة هتبهرك في اقل من شهرين. اكتب لي في الكومنتات بقى ايه اكتر عادة من اللي انا قلتهم دول سبب في كرشك انت. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. ودول اخطر 5 عادات تخلي جسمك يخزن دهون حوالين الكرش من غير ما تحس. من الاخر،